السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنة زمان مع إيمان. اقتراحي ولا وصفتي لنهار اليوم، جبت لكم اليوم قريوش نفس تلمسان بأصغر كيلة بدون آلة توريق، مورق ومقرمش ويقعد لمدة طويلة. وأكدوا لي البنات على البنة بزاف بنين ما مهشيش. تبعوا معايا الوصفة للأخير باش تتعرفوا على طريقة التحضير. متنساوش تضغطوا البنات على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. صلوا على رسول الله. بسم الله. جبت انا الجفنه تاعي وجبت هذا الكوبلي، هذا هو الكيل المعياري اللي راح نعبر به في هذه الوصفه. انا بغيت ندير غير حاجه صغيره، وانتم اذا بغيتوا تضاعفوا المقادير خدموا كيله كبيره. جبت انا هذا الكوبلي، درت فيه 4 كيسان نتاع الفرينه، لا بالاحرى 4 نتاع لي كوبلي. جبت هاد الملعقه الصغيره تاع القهوه، ضروري البنات تخدموا بالملعقه الصغيره حكم الكيل نتاعنا صغير. درت نص ملعقه صغيره خميره خبز، نص ملعقة صغيرة خمارة حلوى، ملعقة صغيرة نتاع السكر، ملعقة صغيرة تاع لافاني. وماذا بكم البنات تخدموا بهاد لافاني، اذا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. لافاني الاخرى علاش ما ديروهاش؟ خاطرش تقصح القريوش. ضفت نص ملعقة صغيرة نتاع الملح. كوبلي اللي بديت بيه المكونات درت كوبلي ناقص اصبع نتاع الزبدة. الزبدة لازم تاعك تكون شوية باردة، ذايبة وباردة. كملتها بالزيت. الزيت علاش درناه؟ هو اللي راح يعطينا القرمشه القريوش تاعنا، وتقدري تستغناي على الزيت. حكيت كامل المكونات بالايدي كما شفتوا. جبت بيضه بدرجه حراره الغرفه، ضربتها. درت ملعقه صغيره خل، ملعقه صغيره ما زهر، والبيضه درت انا غير نصف نتاعها. جبت الكوبلي تاع الماء، بديت نضيف بالتدريج حتى نتحصل على العجينه تكون شاده روحها، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. الكوبلي نتاع الماء نتاعي بقى ليه منه ربع نتاع الماء. هذه هي العجينه المتحصل عليها. العجينه تاعكم ما تدلكوهاش، غير لموها بالايدي. درتها في كيس بلاستيكي ونخليها انا ساعه كامله. تقدروا تخلوها من نصف ساعه حتى لساعه، اذا كان عندكم الوقت تقدروا تخلوها تريح اكثر. بعد ما خليتها انا ريحت، جبت العجينه سرحتها غير شويه وقسمتها على زوج. خليت النصف الثاني رديته في الكيس بلاستيكي. العجين تاعي بديت نسرح به، وطبعا يا البنات بالاستعانه بالمازينه. في الأول سرحت العجينة كما شفتوا، ماذا بكم تسرحوها شوية رقيقة. درت لها رشة نتاع المايزينا، ما تكسروش بزاف المايزينا باش القريوش تاعكم ما يجيوكمش يابس. تخدموا تلووا في العجينة ضربة ضربة، راكم تزيدوا في المايزينا. العجينة بعد ما شكلتها على شكل مستطيل، رديت الجنب الأول، عاود رديت عليها الجنب الثاني، وليت سرحته غير حاجة خفيفة. ما راكم تشوفوا يا البنات، راني نستعين بالقليل من المايزينا، راني نديرها غير بكميات قليلة. رديت الجنب الأول كما شفتوا، زدت رديت الجنب الثاني. طريقة بزاف سهلة. هذه الطريقة اللي درناها هي اللي راح تعطينا التوريق للقريوش نتاعنا. نعاود العجينة الثانية بنفس الطريقة وبنفس المراحل باش ما يكونش الفيديو طويل. بعد ما كملتهم كما شفتوا في زوج، درتهم في كيس بلاستيك، وكل وحدة درتها في كيس بلاستيكي. انا النهار اللي خدمت فيه هاد الوصفة كان بزاف سخانة، دخلتهم للثلاجة. واذا كان البرد بزاف تقدروا تخلوه غير في سطح العامل، تخلوه يريح. انا درته في الثلاجة، خليته يريح واحد 20 دقيقة وبديت نخدم به. درت رشة صغيرة من المايزينا وبديت نسرح العجين تاعي. وماذا بكم البنات العجين تاعكم تركوه ماشي يولي رقيق كاع كيما الديول، وماشي غليظ. نسرحها قدامكم راح تشوفوا العجينه تاعي كيفاش ولات. بهذا الشكل انا ما قديتش نديرها على شكل مستطيل، ما يهمش، حنا غادي نعاودو نطراسيوها بهذه الجراره نتاع القريوش. ماذا بكم البنات تطراسيو بها باش تعطيكم شكل شباب للقريوش تاعكم. إذا قدرتوا ترفدوا العبارات باش تجيكم كيما الحبة كيما أختها. ماذا بكم أنا قطعت بشكل عشوائي، وكما شفتوا الزوائد كامل بقيت نقلع فيهم. أنا درتهم مربعات اللي صغار. أنا القريوش تاعي نبغيه صغير، ما نبغيهش كبير، نبغيه ظريف. مربع درت فيه خطوط كما تشوفوا. خطوط تاعكم يكونوا شويه غلاظ باش الحبه نتاع القريوش تاعكم تجي منتفخه. فدت المربع تاعي وبديت نرفد هذوك الخطوط شطر بشطر. من القدام جاوني 3 خطوط، ومن الرول جاوني خطين.
الجنب التحتاني والفوقاني لصقتهم مليح، وسييت دخلتهم في الوسط نتاع قريوش وجبت. في هذه المرحلة ما درت لكمش التسريع باش تفهموا مليح الطريقة. في الجوانب إذا كانوا زايدين قلعوهم، وعاودوا طراسيو باش تجيكم حبة نتاع القريوش متحوفة. بهذا الشكل نعاود نخدم معاكم حبة أخرى باش تفهموا مليح الطريقة. كي تبقاو تخدموا هذوك لي شيت اللي يبقاو لموا كامل مع بعض، ما تديلكوش العجينة غير لموها، عاودوا ردوها في كيس بلاستيكي، عطوها الوقت لازم تريح مليح باش تعاودوا تولوا تخدموا بها. الكمية الأولى بعد ما كملتها هذوك لي شيت ديجا أنا كنت خليتهم يريحوا. القريوش تاعي ما جيت خدمته ديجا كان ريح مليح. شغل المرحلة تاع القليان جبت الزيت تاعي، ماذا بكم البنات تكون تقلوه في إناء ولا كاسرونة اللي تكون ضيقة، وقلوه غير بالحبة. إذا قدرتوا طبعا النار تاعكم تكون متوسطة، ما تكونش عالية وما تكونش ناقصة. إذا كانت ناقصة بزاف راح تشرب لكم الزيت، إذا كانت عالية بزاف راح يطيب ثمثم وما راحش يطيب لكم، غادي يقعد لكم خضر. بعد ما أنا أعطيته غير لون ذهبي درته في كسكاس باش يهبط كامل كمية تاع الزيت. بعد ما درت الحبة تاع القريوش طابت كيما شفتوا، بديت نحل فيها معجنة بالشوكة تاعي باش تعطيني هذاك التوراق. هذاك الزيت يدخل مع الجوانب، بديت نزيد لها بالملعقة باش تعطيني هذاك الانتفاخ. قلت لكم يا البنات أنا درته في كسكاس، هبط كامل هذيك الكمية تاع الزيت، عاود رديته في قصعة ولا جفنة. نسيت بعثت الحبات باش يبردوا لي. بعد ما بردوا جبت عسل اللي كان دافي، ما ديروهش يا البنات سخون، خاطرش كي يعاود يبات القريش تاعكم راح يتندى. درته انا غير دافي باش نطلق لي، وما ديروش ثقيل. الا درتو الحبه تاع القريش تاعكم والعسل تاعكم ثقيل ما راحش تقدروا ترفدوها، خاطرش هو ديجا هشيش. خليتها في العسل تاعي دقيقه حتى دقيقتين، قلعتها درت لها جلجلان، كملت كامل الكمية بنفس الطريقة. هذا هو القريوش تاعي حاضر في صحن التقديم. لونه جا بزاف يشهي، جا مورق مقرمش، والبنايه البنات بزاف بزاف بنين. قلت لكم حابه باش تشوفوا هذاك التوراق اللي من الداخل. كنتي مبتدئه وعمرك ما جربتي قريوش، جربيه بهذه الطريقه ناكد لك راح ينجح لك 100 من اول تجربه. مع السلامه، الى فيديو اخر باذن الله.